اوعى تسافر جوه مصر. الجملة دي مش بحبها. من سنة رحت مع اهلي رحلة الاقصر واسوان، واحب اقولك كانت ممتعة. هحكي لك. ركبت الحنطور لاول مرة وكان ممتع جدا. بعدها رحنا لمقبرة رمسيس وانبهرت بالرسومات دي. اللي ابهرني انها لسه محتفظة بالالوان لحد النهاردة من الاف السنين. وركبنا مركب ورحنا جزيرة الفيلة او الفيلة اللي كانت هتغرق واتنقلت بالكامل لمكان تاني. المنظر كان حلو. بعدها رحت وشفنا مصنع البستر وشفت حاجات شكلها حلو وغالية جدا الحقيقة. تخيل تكسر واحدة بالغلط. بعدها رحنا اسوان كلنا ورحنا السوق هناك. باختصار انا نفسي اسافر جوه مصر قبل ما اسافر بره مصر، لان في حاجات ومناطق محدش يعرف عنها حاجة رغم انها جميلة جدا. تقدر تشوف صناع محتوى زي مثلا كريم السيد او محمد الهادي، دول شجعوني ان انا اسافر جوه مصر. افتكر ان في دايما الاف السياح بيجولك من دول العالم عشان يشوفوا حاجتنا احنا والحاجات اللي انت عايش فيها. فتخيل في حد بيقول احنا ما عندناش مناظر حلوة، المناظر الحلوة كلها بره. يعني احنا شايفين ما عندناش مناظر حلوة فبنروح لهم، وهم شايفين ما عندهمش مناظر حلوة فبيجولنا. ايه اللفة دي؟ لو مقتنع بكلامي شارك الفيديو، اعمل فولو وشجع حد من صحابك يسافر جوه مصر.